كده احنا وصلنا للنهايه. اعتقد ان هي علاقه الزوجيه ممكن احتمال فعلا. دول 2 يعرفوا بعض كويس، واحد جاي يعلي على التاني بطبخة هو بيحبها أو مشهور بيها وما يعرفش إنه موجود وبيتفرج عليه، وده ما تيجي علي عليك. هاي، انا ايه وجايه النهارده اتفرج على حاتم وهو بيحاول يعلي عليا. ازيكم يا جماعه؟ انا حاتم تاج، مخرج وبروديوسر، اب لطفلين وزوج عاق. جاي النهارده اعلي على اكل مراتي. هعمل اكله من اصعب الاكلات اللي هي بتعملها، مكسيكان رايس تشيكن 1 بوت. دي اسهل اكله انا بعملها. هي اسهل اكله صراحه، ولكن لو كانت بتديني فرصه في المطبخ تكتشف ان انا بعرف اطبخ كويس. انا بتذاكر المطبخ كله، مش فرصه في المطبخ. انا خليت السو شيف بتاعتي تكتب لي الريسبي في ورقه عشان ما انساهاش، وللاسف هي اتلخبطت كاتبه لي تبلي صدور، فانا هعمل انا انثى وانا بقرا، بس هبقى ذكر وانا بطبخ. اول حاجه نعملها هنقلب الفراخ دي كلها. هو لسه ما غسلش ايديه، احنا عارفين ده صح؟ مطبخي المطبخ الايطالي، المكسيكي لسه جديد عليا، هي مش شاطره في الايطالي. انا مش شاطره في الايطالي. الايطالي ده بتاعي، هي عارفه كده فما بتعملوش خالص في البيت. المكرونه في بيتنا دي زي الميه، هو وعياله ما بياكلوش حاجه تانية اصلا. هو مش عارف يستخدم البوتاجاز ولا الحله، يعني هو بيرقص. مكتوب في خطوه بعديها ان انا ازيل التلاصق، واضح التلاصق ده جزء من الموضوع، لازم الصق الاول بعد كده افك التلاصق. هو ده زيتون؟ استني كده، زيتون. لا انا مش هاكل الاكل ده لما اخلصه، صح؟ صراحه انا بحس ان عندي سنس في المطبخ. هو عنده القناعه دي فعلا. احنا 5 في البيت، احنا 5 اخوات، كانوا اهلي يسافروا كتير واحنا صغيرين، فالاكل جوه البيت سرفايفل، يحتاج تلحق تاكل في البيت، فكنت كتير بضطر اعمل اكل لنفسي. فبدات بالنودلز، يعني انا واندومي اختي السادسه. حاتم كان بياكل اندومي لحد ما اتجوزنا. بدات اندومي، بعد كده طورت المكرونه بقى اللي هي الصلصه، تحط بقى عليها تركي، تحط عليها سوسيس. تخيلي بيحط التركي على المكرونه. ده المطعم الايطالي بتاع حاتم عباره عن سباكيتي بالتركي، ممكن يسحبوا مننا الفيز القديمه بتاعتنا لو سمعوا الموضوع ده. طبعا عشان زودت زيت زيتون في الاول مفيش اي تلاصق. طيب اوحش اكله ايه بتعملها؟ انا ما بعملش اكل وحش. اللحمه عندها صعوبه في تسويه اللحمه تبقى مظبوطه. ما عنديش اي صعوبه في تسويه اللحم. يعني ظبطتها في اخر كام مره، ولكن فلوس اللحمه اللي راحت علينا عشان اللحمه نشفت مرتين مثلا، حصلت بتاع مرتين من ساعه ما اتجوزنا. بالظبط. هي لسه مش شاطره في اللحمه قوي. عشان مرتين الراجل اداني قطعيه غلط. مين بيعمل لك بريسكت وبيعمل لك ريب اي؟ ما تحطوش حته، حاسه ممكن ما تاكلنيش تاني لحمه في البيت اصلا. انا متجوزاك وانت بتقول على البفتيك لحمه بانيه. مفيش سكينه حتى اقطع. ايه ده؟ في سكينه اقطع فلفل، بصل، مشروم. في ناس بتعمل حاجات على التيك توك كده اديتنج، عارف، تبقى اللي هو بيعملوا كده كده. هي دي هي دي هي دي هي دي دي. والله العظيم هكمل تصوير لما اجيبك. طب امتى هنليت جو؟ بس هي البصل اهي سان اوف بريتش بيحدفوها كده، ماشي، بعد كده يروح عامل كده. بص، ممكن بقى نقعد كده مثلا ساعه الا تلت في المطبخ لو انا طلبت منه يساعدني في حاجه. ازيد التلاصق، عملنا ده خلاص. اضيفي البصل. هو اصلا ليه شايل الحله من على النار؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. ما عدا الرقصه بتاعت البوتاجاز. خدت بالك من دي؟ قليل الادب. المشروم ده محتاج يتقطع تنصاص كده. هو ده الهبد بقى، لان هو طبعا لو بيدخل المطبخ دقيقتين هيعرف ان المشروم ده هيكش في 30 ثانيه. ده كبير قوي على بق اي واحد مكسيكي. طب ليه دي مغسوله كويس؟ بعد ايه؟ انت قطعت عليها كل حاجه. حاسس في كروس كونتامينيشن مرعب. انا مش هدوق الاكل لما نخلص عامه. ولا انا. فلفل احمر. هي بتحبني انا ولا العيال اكتر؟ ازاي يا امي تسالي سؤال زي ده؟ رحاب طبعا. هي قلبها كبير قوي، فمقسمانا كل واحد في حته. ماشي، قول الحتت بقى. شمس روحي، صح، وتاج. هما 3 اقسام. روحي انا. مدام تاج كان ايه؟ قلبي. لسه جديد تاج ده، فمش فاكر. تاج ايه؟ عنده سنه ليه لسه جديد؟ بقولها له كل يوم تاج قلبي. هو انا قلبها ده اللي انا عارفه. انت حبيبي وما بقتش. هو حبيبي انا. لا انت كمان بتقول عليه قلبك. كلاب؟ لا، بتحبيني اكتر من كلاب. بحب سكر. ننزل بقى بالمشروم. السو شيف كاتبالي اطبخهم حتى تفوح الرائحه. امتى تفوح الرائحه؟ انا مش عارف. لو فاحت الرائحه عندك قول لي. ده السنس اللي انت فاكر انه عندك. المكسيكي دايما ريحته، الاكل المكسيكي مش الشخص المكسيكي، بتبقى نفاذه. مش عايزين طبعا نخش في اعراض ارجوك ما تدخلش والنبي ما تدخل. حاسس ان عايز اقول الكلام منظم عشان ما يتقطعش غلط. المكسيكي دايما ريحته نفاذه. المكسيكي ريحته نفاذه. بليز بطل تقليب، ارحم الحاجات اللي في الحله وبطل تقليب. في مشرومايه مضايقاني قوي. تعالي هنا. ايه اللي بيحصل ده؟ احنا ليه بنصطاد المشروم من النص ونطلعه على البتاع؟ بعرف اطبخ لاولادي. عمرك يا حاتم ولا سندوتش بتعمل لهم؟ هم الصراحه لسه مش في مرحله محتاجين يطبخ لهم. في واحد بياكل بطاطس وبانيه. هو البطاطس ده بيتطبخ والبانيه بتتطبخ. بس انا زوج عامه مشارك في تربيه الاطفال، بنيم، بحكي قصص، بلعب. فانت اب يعني. مين اشطر في اللعب؟ اعتقد دي اكبر حاجه ما بيننا ممكن تخلي علاقتنا تبوظ في يوم من الايام. انا جيمر شاطر. ده اكبر ديلوجن عندك يا حبيبي، ده اسمه الدلولو. انت في الالعاب مش شاطر، وهي بيتهيأ لها انها احسن مني في حاجات. ده اسمه الدلولو. هي مثلا جايه من عيله بيلعبوا طاوله من عيله
عيله حريفه طاوله وكونكان، حريفه مش بنلعب. قالت لي بقى تعالى نجيب طاوله ويقطعك، جبنا طاوله وقطعتك. بكسبها. الفوره مكتوبه ما بيننا يعني. الفوره مكتوبه ان انا كسباك. دورة يعني المكسيك، دورة يعني اكنك رحت المكسيك وجيت. الالوان تعالى من المكسيك. احنا عامه عندنا الرول بتاع ان الشخص اللي بيطبخ التاني ما يقفش على دماغه في المطبخ، فانا حاسه ان انا اول مره اكشلي اشوف حاتم بيعمل ايه، فتوترت وهسحب منه المساحه اللي هو فاكر ان هي مش عنده في المطبخ. السوشيف بتاعتي قاعده هنا، هبهدلها بعد التصوير ده، تفضلي الصقي وانزعي واضيفي. ضيفي حلوه. التاتشات دي بقى هي دي اللي هتفرقنا عن ايه. دي الحاجات اللي فيها سنس، صح، اللي ممكن ترميها من بعيد كده مثلا، طبعا مش محتاجه تفكر فيها. احلى حاجه في الاكل انها 1 بوت 1 معلقه بس 35 طبق. انا برضو زوج بيغسل المواعين، دي حاجه ما نادره جدا اليومين دول. حاتم اخر مره غسل المواعين كنا تقريبا لسه متجوزين 5 سنين او حاجه. شيل الزباله شيلها، احترم نفسك ما احترمش. ده اسمه الدلولو. حط عصير الليمون الجميل عشان يدي طعم مكسيكي فظيع. دايما ايه ترش رشه ملح كده في النص. كفايه ملح بجد كفايه. نزل الرز. ده بدايه كارير جديد ليا عامه، طبخ. ممكن بعمل فيديوهات طبخ. اتمنى ده ما يبقاش الكارير اللي انت رايح عشان مستقبل ولادي بس. نهدي النار شويه. 200 دي اهدى. وبيهدي النار وهو لسه حاطط الرز، يعني موست بروبلي هيعجن يا مش هيستوي. مش هيستوي على فكره، الرز ده مش هيستوي، بيقرقش زي الرز بتاع السجن كده. تعرف رز السجن منين؟ انا دخلت السجن قبل كده بس. الحمد لله. عبال ما الرز بقى يستوي هعمل بيكا دي جايو. بيكو دو جايو. هي مكتوبه عندي بيكا بس هي غالبا بوكا دي جايو. لازم تطلع بشكل مكسيكي. بيكو دو جايو. بيكو دو جايو. ايه دي بيكو دو جايو. بيكو دي جايو حلو قوي. انا طبعا بعيط علشان يعني فاهمه، حاسه ان انا اختياراتي غلط. البيكو دي جايو اهم حاجه فيه هو الافوكادو. انا ما بعرفش اقطعه برده، فممكن نعمل كده بس كده. بص قطعنا بقى الافوكادو في 3 ثواني، والطماطم دي حاسس عملت حاجه كتير فممكن نعمل كده. فانت بقى ظبط في الايديت. كفايه. اخر واهم خطوه بقى في ده، تروح واخد الساور كريم ده. ايه ده تحطه في النص. لا ده شيء تاني منفصل. لا يا قلبي. يا رز يا حبيبي والله العظيم ما اختلف من ربع ساعه. هو ده نوع الرز ايه طيب؟ ممكن حد يقول لي ممكن يكون رز مش انا متعود عليه. صح، اكيد نوع الرز هو اللي فيه مشكله. يا لهوي، محتاج اقلب الرز ولا الرز ما يتقلبش؟ انت محتاج تبطل تقلب الحاجات بشكل عام. الرز حقيقي ما استواش. حول ولا قوه الا بالله. اعليها ميه تشربها. تشرب مين؟ الرز يشرب ميه بس مكتوب هنا غطي الطاسه واتركيها على نار هادئه وقلبي نصف المده. يعني ايه قلبي نصف المده؟ يعني نص المده اقلب. كفايه تقليب، انسى التقليب. ولا اقلب نص المده واقفل؟ بطل تقليب، تخلى عن التقليب. كل شويه اقلب واقفل. ارجوك ما تقلبش. غطي الحله وسيب الرز في حاله. ممكن ما تدخليش في طبخي؟ لا ما تيجوا تطبخوا انتوا بقى. لو كل واحد يقول لي ممكن مش ممكن. هو لو قلت له اي حاجه في المطبخ هيقول لي ممكن ما تتدخليش، فهو بيبقى بيعمل مصيبه كارثه. انا ممكن اغير الكونسبت ويبقى بعلي على اكل السجن مش اكل ايه. مش قادره اصدق ان انا باكل اي حاجه انت بتعملها. الرز بس بيتحاسب دلوقتي. انا لا حاله من المكسيك. تحفه بقى، تبقى جوه مع الساور كريم. هو ليه بيطلع حاجات بالسكينه برضو؟ ده شيء غريب صح؟ ليه بتمسح السكينه بايدك؟ انت بتعمل ايه؟ طيب كده البيكو دو جايو جاهزه. يا رز السجن بيقرقش. هي قالت لي قلبي هنا فانا هقلب واسمع كلامها. والنبي كفايه تقليب، والنبي كفايه تقليب. كده كل الرز شرب. مين قال لي شرب الرز ميه؟ هو شرب عامه. هخنقه بقى ولا اعمل في ايه ده عشان يستوي؟ انت خنقته خلاص، انت خنقته. تاني مره. اول مره حرقته. عايز ايه بقى؟ عايز تريمي؟ ها؟ مش مصدقه. انا حاسس ان هو بدا يبقى ريزوتو ودي حاجه حلوه. احنا دخلنا مطبخين على بعض، المكسيكي والفرنساوي. ترجى الرز يستوي. لو النبي استوي النبي استوي. حد ينقذ الرز من جوزي رجاء. قبل ما نطلع الرز ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل بتاع زست، يعملوا لايك للفيديو، خشوا في الكومنتس عادي هزقوني عادي جدا. بعد 3 أو 4 أو 5 معرفش تقليبات اعتقد الرز استوى. هنزود الجبنه دي بقى. الجبنه يعني المكسيك هم بيحبوا الجبنه قوي، فانا هزود جبنه قوي عشان تغطي على طعم الفشل. ما اعتقدش في حاجه هتغطي على طعم الفشل يا روح. قلب بقى ده. كده احنا وصلنا للنهايه. اعتقد ان هي علاقه الزوجيه ممكن احتمال فعلا. شوف الجمال هو نازل حزين. اهم حاجه البرزنتيشن. انا هعمل شكل الطبق على خريطه نيو مكسيكو. انا اسفه لشعب المكسيك كله، انا مش عايزه اطلع، احنا عندنا ولاد، خايفه على العلاقه. طيب يلا ربنا يستر. انا هقوم دلوقتي ادوق الرز المتألف ده. كده معانا مكسيكان 1 بوت وبيكو دو جايو باكيو. الشكل 10 من 10. بيكو دو جايو 10 من 10. 10 من 10. ايه ده؟ الفكره دي جاي ما فيهاش ساور كريم. بدايه الكلام كده، دي حاجه منفصله بتاعتك. لا بتاعت المكسيكان. حاسك خايفه جدا، انا خايفه جدا بجد. سمي الله. كل بيمين بتشن. هغمض واسمع. على فكره احلى من توقعاتي. كاري كم من 10؟ 4. ينفع اقول لها ولا دي حاجه؟ ايه 4 ايه؟ 4 من 10 انت. بس انا بعرف اطبخ عامه في البيت يعني. ده اسمه الدلولو. انت بتطبخ حاجه واحده بس. ايه بقى دي؟ سباكيتي. بس فظيعه. بس بالحقيقه بجد بالحقيقه يعني من غير ما اكذب 3 من 10. فاكر اكل سن؟ اوحش منه. لا انا محتاج انتينال او حاجه.
تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الشانل بتاع زاس وفعلوا زر الجرس. حول ولا قوه الا بالله.